اخيرا يا بنتي شم النسيم جه. انا الملوحه وحشتني قوي، لازم نجهز اكله ملوحه بقى. نعم يا حبيبتي، انا سمعتك بتقولي حاجه. لا 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 خلاص، ده شطان وراح لحاله. استني لو انت عايزه تاكلي فسيخ او ملوحه او رنجه، تعالي اقول لك يا ستي تاكليهم ازاي، وازاي كمان نقلل اضرارهم على قد ما نقدر. انا شخصيا بحب الملوحه جدا، كل الناس عارفه ده عني، بس لما باجي اكل الملوحه لازم اخلي بالي كده من كام حاجه، وجايه النهارده اشارككم بيها. اول حاجه، الملوحه دي لازم تبقى من مكان على قد ما نقدر نضمن نظافته. تاني حاجه، اثناء تنظيف الملوحه لازم اتخلص من الراس وكل الاحشاء بتاعتها كلها بطريقه كامله ونظيفه. لازم اخلي بالي كمان وانا بتعامل مع الملوحه قبل ما اكلها ان هي تتنقع في خل وليمون وزيت، لانه ده بيسحب شويه السموم والبكتيريا اللي سببتها تخزين الملوحه. اخلي بالي كمان وانا